مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم معنا حلقة جديدة ولقاء خاص. جدل كبير جدا في مصر دلوقتي حوالين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. لكن قبل ما نتكلم عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لازم نتكلم ونفهم الناس يعني إيه دستور بداية. هل في اختلاف ما بين الدستور والقانون؟ إيه أهمية الدستور؟ إزاي هيفرق في حياتي وفي حياتك وفي حياة أولادنا؟ ليه لازم يتشارك في وضع الدستور؟ زي ما دايما بنسمع في كل الخطابات وكل النقاشات، لازم يتوافق الجميع ويجب أن تضع كل فئات الشعب المصري وتشارك في وضع هذا الدستور. قررنا في لقاء خاص وتحديدا حلقة يوم الأربع ان احنا نكرس كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله علشان نحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة. نحاول نتكلم عن أهم الموضوعات المطروحة كرؤوس موضوعات في الدستور المصري المقبل. النهاردة هنحاول نتعرف على الدستور وأهميته في حياتنا من خلال ضيفنا الكريم دكتور ولاء عرائيب، الخبير القانوني. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بسعادتك يا محمد. دكتور ولاء، بداية عايزين نوضح للناس بلغة بسيطة سهلة توصل لهم بسهولة وبدون أي تعقيدات. يعني إيه دستور؟ وهل في اختلاف ما بين الدستور والقانون؟ أكيد. أنا عايز أبتعد تماما عن المقعرات والمحدبات لأنها أكيد شغلت الناس وتعبت الناس. نتكلم بلغة بسيطة كده ونقول سعادتك تعي والمشاهد يعي أن هناك علاقة تضاد. يعني في علاقة تضاد كده ومتعاكسة بين شيئين. إيه هما؟ السلطة والحرية. يعني مساحة الحرية لما بتزيد بتأتي بشكل أو بآخر على مساحة السلطة. مساحة السلطة لما بتزيد في المقابل، السلطة بس يعني نوضح للناس اللي هي الحاكم أو الجهة التنفيذية اللي موجودة أو الحكومة. احنا هنوضح مفهوم السلطة. بس هو مفهوم السلطة بداية هو مفهوم الجماعة الحاكمة. أي جماعة حاكمة. وهنتكلم عن مفهوم الحكومة قوي لأن مفهوم الحكومة ده شاغل الناس. لأن أنا زي ما بقول عندنا دايما كده في الفلاحين يقول لك إيه، الحكومة جت، الحكومة خدته، الحكومة الحق يا دكتور اصل الحكومة مش عارفة ايه، اصل الواد والحكومة مش وبيكون عارفة قصدهم ايه. على جهاز الشرطة. هو يقصد هو لا يعرف من السلطة التنفيذية إلا جهاز الشرطة. هو لا يعرف رئاسة مجلس الوزراء، هو لا يعرف رئاسة الجمهورية، هو لا يعرف إلا كلمة حكومة. عشان كده جزء كبير قوي من الغضب الثوري أو من العبء اللي بيشيله جهاز الشرطة أنه تشابك وانتشر في كل شيء. طيب علشان ما نتشابكش احنا كمان عايزين نرجع لأصل السؤال. نرجع لأصل السؤال. يعني ايه دستور وهل في فرق ما بينه وما بين القانون؟ قطعا. بص، خدت بال سعادتك العلاقة بين السلطة أو الحكومة والحرية لما بتزيد بطش السلطة بتقل مساحة الحرية. لما بتزيد مساحة الحرية بيقل بطش السلطة. دور مين بقى يحط الحدود الفاصلة بين هذه السلطات وهذه الحريات؟ هذا هو دور الدستور. إذا فالدستور في الأول والأخير هو الترسيم، يعني وضع الحدود الفاصلة، يعني هو اللي بيحط الحدود. هذه هي مساحة الحريات وهذه هي مساحة السلطات. نتأتى بقى للسلطات. ما هو مفهوم السلطات؟ يعني ايه سلطة؟ زي ما سعادتك سألت، هل السلطة المقصود بها هنا في هذه الحالة جهاز الشرطة؟ أم السلطة المقصود بها السلطة القضائية؟ أم السلطة المقصود بها السلطة التشريعية؟ في واقع الأمر أن جماع هذه السلطات مع بعضها، يعني الثلاث سلطات مع بعض، هؤلاء مجتمعين يمثلون السلطة. إذا فالسلطة التشريعية يطلق عليها سلطة اللي هي متمثلة في البرلمان. أيوة. بغرفتي، يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى. السلطة القضائية بكافة أنواع المحاكم، سواء محاكم عادية أو محاكم إدارية أو هيئة قضايا دولة أو محكمة دستورية عليا، هذه تعتبر سلطة قضائية. أو السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة ورئيس الوزارة والوزارات والهيئات والمصالح العامة. هنا بينهما تضارب بين الحريات. لذلك فالحريات يجب أن تعلم حدودها. عشان كده أي وثيقة دستورية يا صديقي بتبدأ إزاي؟ تبدأ بمقدمة بحقوق، مقومات، سلطات. إذا نقول مع بعض تاني كده، ما هي الوثيقة الدستورية؟ مقدمة. المقدمة اللي بيتقال فيها نشأة هذا الدستور، إرادة كاتب وواضعي هذا الدستور. نحن أبناء هذا الوطن،
في ظل هذا الظرف التاريخي نحلم بذلك، نبغى ذلك، 1 2 نسعى 3. إلى هذا. تفهم ازاي؟ واضعين نصبع. شايف الأحلام والآمال في عبارات إنشائية بتعبر عن الحلم. المقدمة دي بيكون فيها آمال وأحلام بس حريات، ولا بيكون فيها كمان وضع اقتصادي وبيكون لا. فيها وضع الوضع الاقتصادي لا. المقدمة احنا اتفقنا انها مقدمة إنشائية، وقد تكون مقدمة مبوبة تتضمن مجموعة أشياء وثوابت في هذا المجتمع لا يمكن مبادئ ومعايير عامة لا يمكن المساس بها. ثم بعد ذلك نعرج يعني نخش على طول على الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات. حقوق زي ايه؟ حقوق سياسية، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية. حق زي حق التجمع، حق زي حق التعبير، حق زي حق التنقل، حق زي حق حرية العقيدة. كل هذه الحقوق يجب أن تكون ثابتة. الوضع الاقتصادي والسياسي ده بقى في الباب الآخر اللي بنطلق عليه المقومات. يعني الدعائم الأساسية الذي يقف عليها المجتمع. أيديولوجية المجتمع في مرحلة من مراحل. يعني ايه أيديولوجية؟ يعني احنا هنكون اشتراكيين ولا بالظبط. يعني طعم البلد هيبقى ايه؟ بأي نكهة سوف تكون هذه البلد؟ أي توجه اجتماعي سوف يكون؟ أي توجه اقتصادي سوف يكون؟ يعني احنا هنتبنى مثلا اقتصاد السوق الحر، ولا هنتبنى مثلا في مرحلة الاقتصاد الاشتراكي، ولا هنتبنى الاقتصاد المشترك ما بين النظامين مثلا؟ بالظبط. هذا ما يطلق عليه مقومات المجتمع. احنا هنتبنى في نظامنا التعليمي اي منهجية؟ هنتبنى التعليم المجاني ولا مجانية التعليم هتتوقف عند شيء؟ هنتبنى في نظامنا الاقتصادي زي ما انت قلت سعادتك كده، انت فاهم ازاي؟ النظام الضرائبي بتاعنا هيقوم على اي اساس؟ هل الضريبة الثابتة أم الضريبة التصاعدية؟ كل هذا يسمى مقومات وثوابت المجتمع. طيب اسمح لي يعني أقدر ألخص الموضوع ببساطة كده، إن الدستور ده بيضع الخطوط الأساسية للناس اللي هتتحرك عليها في كل مجالات حياتها، سواء كانت اقتصادا أو سياسة أو حتى عيشة أو تعليم أو أي ما يتعلق بحياة الإنسان. الخطوط العريضة في خلال ال50 سنة المقبلة، صح كده؟ عشان كده تفاجأ يا صديقي لما تبص تلاقي حد يسألك يقول لك طب يا دكتور احنا انتوا شاغلين بالكم بالدستور والوثيقة الدستورية والجمعية التأسيسية، فين المم؟ فين أكل العيش؟ فين المم؟ احنا عايزين ناكل. هو مش مدرك أن المم ما هو إلا أحد سنابل هذه الوثيقة، لأن بدون هذه الوثيقة هي التي سوف تؤمن لك المام. هذه الوثيقة هي التي سوف تؤمن لك أنبوبة البوتاجاز، لأن من خلال هذه الوثيقة هنقول هل سوف تدعم الدولة المحروقات؟ يعني هتدعم الدولة هل سوف تدعم الدولة على سبيل المثال القمح؟ إذن فهذه الوثيقة هي المسؤولة عن جهلك، هي المسؤولة عن فقرك، هي المسؤولة عن مرضك، هي المسؤولة، هي الأول. وسبحانه عز وجل بيقول إيه؟ وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ووثقوه. هذا هو عهد، هذا هو ميثاق. فكرة الدستور نشأت إزاي؟ يعني نشأت ازاي يا محمد؟ البدايه كانت ازاي؟ الفكره ان انت بتتمتع بمجموعه من الحقوق الطبيعيه الطليقه، لو عشت بيها هتحصل على كل شيء، هتتملك كل شيء. ولكن احنا بنروح زي بالظبط الترابيزه اللي قدامنا كده، نتخلى عن حقوقنا، نتخلى عن حقوقنا الطبيعيه، وناخد مكانها حقوق سياسيه وحقوق دستوريه من مانح هذه الحقوق. يعني بنعمل عمليه استبدال. عشان كده بنطلق عليه العقد الاجتماعي. يعني كل أبناء هذه الأمة تجمعوا على هذه المائدة وتخلوا طواعية عن حقوقهم، تنازلوا عن حقوقهم، اتفقوا على كل المبادئ اللي كانت موجودة على الطاولة في وقت الاتفاق، وبكده بقى حصل نوع من الاتفاق أو التوافق. هذا هو مفهوم التوافق. ولا بد أن يكون هذا الاتفاق أو التوافق معبر عن أكبر قدر ممكن من هذه الجماعة. ده السؤال بقى. السؤال المطروح برضو دلوقتي على الساحة، برضو بنسمع كتير عن ضرورة أن يوضع الدستور بالتوافق. كلمة التوافق دي كلنا سمعناها وشبعنا منها خلال الفترة اللي فاتت. أهمية التوافق ده، طب يعني لو جت مجموعة محددة زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي بتنتمي لأي تيار ما كان، سواء كان تيار إسلام سياسي أو علماني أو ليبرالي أو يساري أو يميني، أي تيار ما موجود في أي مجتمع ما، تمام، وهو سيطر على وضع الدستور، تمام،
خطورة ده ايه عليا وعلى حضرتك وعلى السادة المشاهدين؟ تمام. نبقى منهجيين برضو، وما نبقاش متحزبين، مم. ولا نبقى ليس لدينا وجهة، لأن احنا نتحدث في حياد بعيدا عن الهوى السياسي. ملناش لون سياسي، احنا لنا لون توعوي. مم. هدفنا توصيل معلومة محايدة للسيد المشاهد والمشاهدة. الفكرة بتقول ايه؟ كيف تنشأ الدساتير؟ ما هو ده السؤال اللي حضرتك بتقوله ده، كيف تنشأ الدساتير؟ هل ما نقوم به الآن هو بدعة؟ هل ما نقوم به الآن هو مستحدث؟ عندنا مبدأ ثابت خالص في العلم. أصل الناس بيغيب عنها شيء يا صديقي، إن العلم اللي احنا بصدده ده ليه مصدر، ده ليه منهل. مصدره هو العرف الدستوري، يعني استنطاق الوقائع التاريخية. يعني نشوف اللي قبلنا عملوا ايه ونريح دماغنا، واخد لي انت بال سعادتك، ونجتهد ونبدأ من حيثما بدأ الآخر. العرف الدستوري بيقول ايه؟ بيقول ان عندك اسلوبين لنشأة الدساتير، اما اسلوب ديمقراطي او اسلوب غير ديمقراطي. طب ايه هو الاسلوب الغير ديمقراطي؟ هو اسلوب المنحة. يعني ايه المنحة؟ يعني الحاكم يشعر ان هناك ضغط وهناك تململ، يعني الناس زهقانة، يعني الناس ضجت، يعني فتعالى الناس اعمل لكم قربت. تعديلات دستورية. لا خدوا شوية الحقوق دي، يفك الحزام شوية، يفك الحزام بشكل ايه؟ بشكل تدريجي. وعندنا دساتير عربية نشأت بهذا الشأن. انت فاهم ازاي؟ ماشي، يقف في مطلة قصره كده معاه ويمنح، فهو المانح وهو المعطي وهو الواهب. طيب احنا ده شبعنا من اسلوب الشكل ده المنحة. خلاص. تعالى بقى سعادتك نتكلم على الاسلوب الديمقراطي. الاسلوب الديمقراطي لنشأة الدساتير هو الجمعية التأسيسية. ولنا هنا وقفة ووقفات. يعني ايه جمعية تأسيسية؟ هل هي برلمان؟ هل هي سلطة قضائية؟ هل هي سلطة تنفيذية؟ هل هي نخبة؟ هل هي توكشو؟ هل هي إعلاميين؟ هل هي أساتذة الجامعة؟ هل هي خبراء قانونيين؟ من هي؟ يعني كيف تشكل الجمعية كيف التأسيسية؟ تشكل الجمعية التأسيسية؟ بص يا سيدي الفاضل، اتفضل. في العرف برضو وفي عرفنا وفي استنطاقنا للوقائع التاريخية المنهل الأساسي، الجمعية التأسيسية لا تشكل إلا بطريقة واحدة، ألا وهي الانتخاب المباشر من الشعب. أو تاني، الجمعية التأسيسية لا تشكل إلا بطريقة واحدة، ألا وهي الانتخاب المباشر من الشعب. الانتخاب المباشر بمعنى ان انا ادعو لانتخابات عامة على مستوى البلد كلها للجمعية التأسيسية. للجمعية التأسيسية. زي بالظبط حضرتك ما شاهدت تونس، ده فاهم ازاي؟ في المشهد التونسي ايه اللي حصل؟ طيب احنا عشان ما نضيعش وقتنا، انا اسف على المقاطعة، ولكن ده ما حصلش عندنا دلوقتي. حصل في تونس لكن ما حصلش عندنا. حلو. وبقت الإشكالية ان في اختلاف في تفسير المادة 60 من الإعلان الدستوري بخصوص الجمعية التأسيسية. تمام. هل البرلمان يشارك فيها، ولا تبقى كلها من خارج البرلمان، ولا تبقى كلها من داخل البرلمان بغرفتيه؟ تمام. انا بس عشان استكمل الجزئيه دي لو تسمح لي، اتفضل. عايز اقول ان في الجمعيات التاسيسيه، وهرجع لحضرتك لاحكام الماده 60 اللي هي كانت الماده 189 في التعديلات الدستوريه او في الاستفتاء الدستوري معايا سعادتك، وكيف اثارت اللبس والغموض والالتباس في ذهن الكافه. في الجمعيات التاسيسيه نوعين: نوع ينشأ لوظيفة واحدة ألا وهي وظيفة وضع الدستور ثم ينقضي، ونوع آخر ينشأ لوضع الدستور وممارسة مهنة ومهمة التشريع في المرحلة الانتقالية. نقول تاني، الجمعيات التأسيسية نوعين: نوع جمعية تأسيسية ذات وظيفة خاصة ألا وهي وضع الدستور، ونوع تاني ينشأ لوضع الدستور وتولي التشريع في المرحلة الانتقالية. ولكن تولي التشريع هنا احنا دخلنا في دور من أدوار السلطة التشريعية، ولكنه ليس برلمان. يجب وضع الأشياء بمسمياتها. يعني على سبيل المثال، حضرتك لما بتروح تعمل توكيل، حضرتك بعت واشتريت عربيات قبل كده، فاكر موضوع التوكيل بتاع العربيات ده؟ يقول لك ده عمل له توكيل مقفول وده عمل لي توكيل مفتوح. شوف هنا المسمى، يعني ايه توكيل مقفول وتوكيل مفتوح؟ يعني حق البيع لنفسك وللغير، ولا حق البيع لنفسك فقط وليس للغير. شوف كلمة واحدة تغير من المعنى ازاي. حق البيع لنفسك يعني ان انت تسجل هذه السيارة وتبيعها لنفسك، وللغير ان تبيعها لنفسك وللغير ايضا.
معايا سعادتك؟ يبقى أن تشرع في مرحلة انتقالية بشكل استثنائي غير أن تكون مشرعا في شكل اعتيادي لمصفوفة الدولة طيب يعني احنا أو نقدر لنظام نقول ان الدولة. احنا في الحالة الثانية من حالات الجمعية التأسيسية دلوقتي، بما ان البرلمان اختار ان 50% من داخل لا، البرلمان تعال نشوف الحالة، اه تعال نشوف الحالة ونشخصها مع بعض. اه تعال نشوف المادة 189 بتقول ايه، اللي هي كانت في التعديلات الدستورية او الاستفتاء على تعديلات الدستور 71 الذي كان مجمدا والذي كان مبتغا من القيام بهذا التعديل الدستوري إعادة إعمال أحكامه بعد إلصاق الثمان مواد ايه بيه. مش هذه كانت هي دي النية؟ مش هذا كان هو المنتوى؟ معايا حضرتك؟ لا احنا مش عارفين النيات ايه، يمكن لا، ده ما هو تفسير نيات، حضرتك. لا ده مش هو ده لكن تفسير. هو هو بعد اذنك، بعد اتفضل. اذنك يا سيد محمد، هو حضرتك لما رحت على هذا الاستفتاء الدستوري كان اسمه استفتاء دستوري ولا استفتاء على تعديلات دستورية؟ حضرتك الوثيقة كان مكتوب عليها ايه؟ كان استفتاء على تعديلات دستورية. مم. يبقى احنا هنعدل 8 مواد، والثمان مواد دول مش هيبقوا معلقين في الهواء، طبيعتهم ان هم كانوا يرجعوا. مش سمعت حضرتك السيد المستشار طارق البشري وهو بيقول انا بصدد عملية قلب مفتوح؟ ما سمعتش هذا المصطلح؟ بس سألناه يعني ايه التوصيف قلب ده مفتوح؟ يبقى معنى كده ان احنا مستمرين في اتباع دستور 71. لا 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 لا، ما انا بس يعني هكمل يعني لسعادتك اتفضل هكمل لسعادتك المفهوم. اتفضل. عمليه قلب مفتوح يعني قال عطل احكام دستور 71 الى حين اعاده تعديل هذه المواد واستفتاء على الناس عليها، ثم الصاقها باحكام دستور 71، ثم شغل دستور 71 تاني. ده هذا كان هو المنتوى. فلما ارتأت المؤسسه العسكريه من وجهه نظري هنا بقى المتواضعه وتحليل المتواضع أن إعادة إعمال أحكام دستور 71 سوف يترتب عليه أنها سوف تحكم بلا سند، لأن سلطة المؤسسة العسكرية في دستور 71 ليس أن تحكم على الإطلاق. معايا حضرتك؟ فكانت الرؤية إصدار إعلان دستوري، بدليل ان صدر اعلان دستوري من عدد من المواد يختلف تماما عن عدد المواد اللي سعادتك استفتيت عليه، وبقدرة قادر انتقلت المادة 189 عشان تبقى المادة 60 في الاعلان الدستوري. يبقى هي كانت المادة 189. المادة 60 بتقول بقى ايه؟ يجتمع الاعضاء الغير معينين، ايوه، يعني المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى في أول اجتماع ليختاروا 100 عضو. نعم. ولنا هنا وقفة. يعني يجتمع الغير معينين من الشعب والشورى في جلسة مشتركة عشان يختاروا 100 عضو. الشكل ده هم أعضاء مجلس الشعب دول مين اللي انتخبهم؟ الشعب. حلو. طيب لما أنت بتخلي هيئة معينة بتنتخب هيئة أخرى، ده اسمه انتخاب مباشر ولا انتخاب غير مباشر؟ انتخاب مباشر. لا، غير مباشر، لان أنا الشعب انتخبت الأعضاء. الشعب هو مجلس الشعب والشورى هو الذي تم انتخابه بشكل مباشر. نعم. ولكن عندما تنتخب هيئة بشكل مباشر تتولى هذه الهيئة انتخاب هيئة أخرى، يبقى الهيئة الأخيرة اللي على قمة الهرم تم انتخابها بشكل غير مباشر. هو استغل من التوكيل الشعب. علشان ينتخب الجمعية يبقى التأسيسية. يحكمنا في هذه المسألة. خد بالك سعادتك أنا بتكلم مع حضرتك في تحليل مستجد تماما وغير المطروح تماما. معايا حضرتك؟ يبقى هذه الهيئة اللي هي الجمعية التأسيسية فكرتها الأساسية أنها محكومة بضوابط الانتخاب غير المباشر. محكومة بضوابط إيه؟ الانتخاب غير مباشر. نرجع لضوابط الانتخاب غير المباشر في العرف الدستوري ونسأله نقول له يا عرف يا دستوري، هو في الانتخاب الغير مباشر هل يجوز، واسأل تاني انا بعيد بقى عن التيار ولا لي اي علاقة، انت فاهم ازاي، ولا معني، ولكن انا هنا اتحدث مع زميل ومع الساده المشاهدين عن القواعد الضابطه للانتخاب غير الايه المباشر، اللي هو اتفقنا ان هو حالتنا في الجمعيه التاسيسيه. نساله نقول له هو في الانتخاب غير المباشر هل يجوز لهيئه المنتخبين ان تكون هيئه مرشحين؟ يعني ببساطة تاني. أعضاء مجلسي والشعب والشورى ممكن يكونوا داخل اللجنة 100 المنتخبة للجنة التأسيسية للدستور. ده السؤال اللي حضرتك ده السؤال. يعني هل القواعد الضابطة، يعني أنا وأنت سعادتك لو تم انتخابنا وبناء على أنا وأنت تم اتفاقنا على أننا ننتخب شخص نعم. معايا حضرتك عشان يقود اللوكيشن داون معايا سعادتك، في هذه الحالة هل يجوز لنا في قواعد الانتخاب غير المباشر القانوني
أن نرشح أحد منا؟ الإجابة الإجابة يا سيدي الفاضل أن هذا غير جائز على الإطلاق. قول لي ليه؟ ليه؟ هب افترض يا سيدي الفاضل، افترض أن كافة الأعضاء غير المعينين يعني المنتخبين من مجلس الشعب والشورى قرروا أن يرشحوا أنفسهم. احنا عندنا 498 منتخب من مجلس الشعب، نعم. وعندنا سعادتك 170 من مجلس الشورى. دول مجتمعين على بعض، واخد لي انت بال حضرتك يديك 687 معايا يا سيدي الفاضل. في هذه الحالة هب ان ال 687 دول اللي هم جماع كل من هو منتخب من مجلسي الشعب والشورى في الجلسة المشتركة قرروا ان يرشحوا نفسهم. يبقى عندك كام سعادتك؟ 687 مرشح عشان نختار منهم 100. نعم. ويبقى عندك كام مصوت في نفس الوقت؟ 687 مصوت. يبقى اذن هذه الفرضية فيها مصادرة على المطلوب، لأن الفرضية القانونية فيها أو الفرض القانوني. بص يا سيد محمد، الإمام علي بن أبي طالب بيقول يعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. أنا مش هكلمك بقى في قاعدة أنه لا يجوز أنه من كان سبب في مشكلة أن يكون جزءا في الحل، وأن احنا عندنا قضية في العمال والفلاحين، فكيف من كانت صفاتهم من العمال والفلاحين أن يتدخلوا ويحذفوا بند أو يحذفوا مادة دستورية متعلقة بهم، ففي لا، مش تضارب هكلمك في مصالح. كده. أنا هكلمك في فرض عددي بسيط جدا. أنا هفترض أن المجتمعين دول هم بدون ولاية حزبية عليهم من حزب ما قرروا أن يرشحوا نفسهم. يبقى انت بقى عندك عدد من المرشحين متساوي تماما مع عدد من المنتخبين. اذا فقواعد الانتخاب غير المباشر المنطقية والعقلانية تقتضي ان يكون هناك انفصال بين هيئة المرشحين وبين هيئة المنتخبين، وإلا اذا تركنا الامر على عواهنه لانفضت ولم نجد منتخبين. طيب ده من الناحية التشريعية والقانونية، من الناحية التكتيكية القانونية. جميل. خليني الناحية الواقعية بقى، من الناحية الواقعية والناحية المباشرة. أنا كمواطن بسيط إيه اللي هيضرني لو فئة معينة بعينها هي اللي سيطرت على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟ ده هيضرني أنا بشكل مباشر إزاي؟ حلو. هيضر أولادي إزاي؟ هيضر أي حد تاني إزاي؟ حلو قوي السؤال ده. اتفضل. حلو قوي السؤال ده. خلينا نشبهه للمواطن البسيط كده. عارف سعادتك المال الشائع؟ يعني ايه المال الشائع؟ يعني ايه؟ يعني المال غير المقسم. يعني لو انا وحضرتك كده توارثنا او اشتركنا في 100 متر ارض، 100 متر ارض، ولكنهم على المشاع، على الشيوع، يعني غير محددين. نعم. بنعمل ايه عشان نقسمهم؟ بنجيب شخص محايد يقسمهم لنا. نعم. ولا هل يجوز ان سعادتك هتستأمني على هذه القسمة؟ رد علي. الطبيعي ان في شخص محايد هو اللي بيقوم بالتقسيم. لو استأمنتني انا على هذه القسمة في حالة هذا الصراع، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى قسمة ضيزة. انت فاهم ازاي؟ هيبقى هذا فراق بيننا، لان انا سوف اغلب مصلحتي الشخصية على مصلحة سعادتك. نعم. فالمسألة لانك خصم وحكم في نفس الوقت. الله يرضى عليك. هذه المسألة نرجع لبدايتنا في الدستور لما قلنا هو يرسم العلاقة بين الحقوق والسلطات او بين الحريات برضو والسلطات. انا كمواطن بسيط هتأثر ازاي؟ معلش نحاول نوصل للناس. حاضر. انا هتأثر ازاي؟ انا او ابني او اخويا او ابويا هنتأثر ازاي اذا جت سين وسيطرت على الجمعية التأسيسية؟ ده هيضرني بايه؟ حاضر. في دقيقة، لان وقتنا للأسف بيخلص يا راجل. السلطة التشريعية هنا في هذه الحالة في حالة خلاف وخلف وصراع مع السلطة القضائية ومع السلطة التنفيذية. فحاصل الامر ان السلطه التشريعيه هتحرص، السلطه التشريعيه اللي هي مجلسي الشعب والشورى، هتحرص ان يكون لها اليد العليا. خد بال سعادتك، الناس بتعتقد ان الديكتاتوريه والشوفونيه بتاتي بس من السلطه التنفيذيه، لكن الديكتاتوريه والشوفونيه بتاتي من اي سلطه يكون لها يد العليا، وده بيخالف مبدا بسيط خالص بنقول عليه فينا مبدا التوازن بين السلطات. اذ ربما لابد ان يكون هناك توازن بين السلطات. غلبت السلطه التشريعيه على السلطة التنفيذية والقضائية، ده يضر فكرة الحريات، وسوف يؤدي بالعسف والحريات، وسوف يؤدي بنسف فكرة الحريات، لأن أنت بتقضي على فكرة التوازن بين هذه السلطات. بص، السلطة التشريعية يعني مجلس الشعب والشورى تشرع القوانين، السلطة التنفيذية تنفذ القوانين، السلطة القضائية تفصل في الخصومة بين الأفراد وبين القانون والدستور وبين اللائحة والقانون. كلمة أخيرة عايز أقولها للناس. له أن يتخيل شكل هرم
عارف اهرامات الجيزه اللي عندنا دي هرم، على قمه هذا الهرم يوجد الدستور، وده اللي بنسميه سمو الوثيقه الدستوريه. مم. وبالتالي قمه الهرم، قاعده الهرم لازم تبقى في نسق وتراتبيه ومسفوفه مع قمه الهرم. يعني لازم تأكيدا على الكلام، إذا كنت فهمت، يجب أن يتوافق الجميع من أجل وضع دستور سليم وصحي يفيد كل المواطنين وليس فئة بعينها في مصر، صح كده زي ما فهمت؟ قطعا طيب قطعا. للأسف وقتنا خلص بسرعة مع حضرتك، لكن بالتأكيد هتكون في لقاءات تانية، لأن موضوع يسعد. الدستور وأهميته في حياتنا موضوع كبير جدا وهنستمر فيه في خلال اسمح لي الحلقات بكلمة في نص المقبلة. دقيقة. نص دقيقة لو تكرمت. أنا عايز بس أقول لأي فصيل يحاول أن يستأثر بمثل هذه العملية كلمة واحدة: أن الحق قديم لا يبطله شيء، وأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. دكتور ولاء عراقيب الخبير القانوني، شرفتنا، بشكرك جدا على شكراً وجودك فندم. معنا. شكراً. مشاهدينا الكرام، يبقى الحديث عن الدستور المصري وكل الموضوعات المتعلقة بالدستور المصري إن شاء الله في حلقاتنا الجاية، في موضوعات وتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. حتى نلتقي، لكم تحياتي محمد عبد المنعم.